فلا حياة للأمة من غير الجهاد، ولا حياة لنا إلا بالجهاد. والله لن نستطيع أن نرفع الذل عنا إلا بالجهاد. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وركبت على رقابهم الأمم الكافرة والذليلة. أين أمتنا العربية؟ أين قاداتنا؟ أين حكامنا؟ أين جيوشنا؟ هل فقط باتت ملياراتنا أنفقت فقط لاستعراضات؟ في يومنا الوطني تستعرض طائراتنا وجيوشنا وتحية السلام عندنا وزينا ولباسنا. عيب 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 والله، احنا في زمن الذل يا جماعة. والله لو فتحت الباب لبعض النساء أرجل من بعض الرجال. يمكن النساء يجاهدون أفضل من كثير من المصيبة المرجفين اللي عندنا. يجب على الشعب السوري وجوبا أن يحمل السلاح في وجه هذا النظام. والدكتور عبد الكريم بكار ذكر أن 500 عالم الآن في غضون توقيع بيان من العالم الإسلامي على وجوب حمل السلاح ضد بشار الأسد ونظامه على الشعب السوري. ولا يجوز لأهل الحق أن يسكتوا عن هؤلاء المبطلين، بل يجب كشفهم وتعريتهم للناس بكل ما نستطيع حتى ينكشف أمرهم ويظهر حالهم. أثاري شبيبتي سكبت في كاسي، هذا الخط من عهد الفينيقيين. نعم، وخلط بالأشوري. كان متوقع الشيخ شبيه هذا شعرك يا شيخ. شبيبتي سكبت، هذا ليس بشعري، أبرأ إلى الله منه. ألقينا على كرسي جسد مسخه فنسخه فدمره. تصدق اني ما قضى عليه ولم اقل من هذا الشيء. فوكزه موسى مرة. شبيبتي سكبت في كاس صحبتهم، هل سمعتم هذا الشيء؟ رعاهم الله من خل ومن جاري ان لم تبل دموعي. انا اللي حافظها من قبل، ولا هذا الخط ابرأ الى الله منه. ما يكتب احد الا أنا تراني يقرأ من ذهني، ما دريت والله. لو تقرون خرابيش أصابع دجاج في طين. وطارق الله قاعد جزاك الله خير. أما العريفي فنجم في سماء هدى يضيء للخلق من بدو وحضار. وطارق الفضل للحواس نسبته كنفحة العود في جزل من النار. الله أكبر الله أكبر. النبيل فكل النبل يعمره. يا سلام. أنا بأوصافي عن فضله داري وللدويش صافي الود أرفعه. كأنه وابل من نهره الجاري إلى أن قلت وفقني الله وإياكم. وبلبل الروض وبلبل الأرض وبلل وبلبل الروض وبال في الأرض. وبلبل. كيف تنطق يا إخواني الباء؟ لحظة يا شيخ، هذا خط يا أخي ما أدري منين جاء والله. ما مخطوط أصبر يا الجوال. وبلبل الراوي حادي الركب أذكره المغرب. أما نبيل فكل النبل يعمره، أنا بأوصافه عن فضله داري. هذا خطر عظيم، ولا سيما في هذا الوقت، إنه قل العلماء، قل الفقهاء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت الأبهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا،
فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط، وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب الموجودين. أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء ذهبوا، لكن خير الموجودين اتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه نتيجة دعواتكم الفاشلة وتضليلكم السافر للمسلمين.